لو انت بتفكر تشتري موبايل جديد والميزانية بتاعتك محدودة شوية وهتضطر تروح للفئة الاقتصادية، فلازم تبص على تليفونات الفئة الاقتصادية من سلسلة السي من ريلمي. السلسلة اللي فيها كمية تليفونات كتير جدا ومتنوعة هتناسب معظم المستخدمين بتوع الفئة الاقتصادية دي. وعلشان كده فاحنا في فيديو النهاردة هنتعرف على أحدث موبايل من سلسلة السي الاقتصادية من ريلمي، وهو الريلمي سي 61. وهنتعرف على كل مميزاته وعيوبه وهل هيكون مناسب انك تشتريه ولا لا. بس يا ريت في الاول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في قناتنا الثانيه قناه سراديب. انا محمود طمان واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. الموبايل بيجي بنفس التصميم او الديزاين بتاع معظم تليفونات سلسله السي من ريلمي كلها، وهو التصميم الايفون اللي بقينا بنشوفه في معظم التليفونات الاقتصاديه دلوقتي. التصميم اللي بيعجب ناس كتير جدا. الموبايل بيجي بخامات تصنيع من البلاستيك البوليكربونات، والبلاستيك ده مقاوم للصدمات بشكل كبير، وعلشان كده الموبايل هيستحمل معاك جدا. وكمان جودة تقفيل وتصنيع الموبايل ممتازة بالرغم من انه تليفون اقتصادي. وكمان التليفون سمكه نحيف الى حد ما، وده بيزود من جمال الموبايل وشياكته. وابعاد الموبايل ووزنه مناسبين، وعلشان كده مش هتلاقي اي صعوبة خالص في استخدامك للتليفون. فبصفة عامة شكل التليفون عصري جدا، وكمان تصميمه قوي ومتين. اما بقى بالنسبة للشاشة بتاع السي 61 من ريلمي، فهي بصراحة ما اقدرش اعتبرها انها من مميزات الموبايل. فهي بتيجي بالتصميم القديم اللي بنوتش اللي على شكل قطرة الماء دروب ووتر. والشاشة دي مساحتها كبيرة جدا، 6.74 بوصة من نوع IPS LCD بجودة HD بلس، بكثافة بكسلات 1600 في 720 بكسل، وده بيدينا 260 بكسل لكل بوصة في الشاشة. ودي كثافة بكسلات متواضعة إلى حد ما. الشاشة بتيجي بأبعاد عرض كبيرة 20:9، وبتستحوذ على 85.5% من حجم الواجهة بتاع التليفون كله. وكمان الموبايل بيطلع من العلبة بتاعته متركب عليه سكرين. ولما نيجي بقى نتكلم عن الأداء بتاع الشاشة دي، فهي بصراحة هتقدم لك أداء متواضع. هتحس كده إن الألوان اللي بتظهر على الشاشة دي ألوان طبيعية أو ألوان بهتانة شوية. درجة الحدة والساتوريشن بتوع الألوان دي مش أقوى ولا أحسن حاجة. وكمان هتحس ان الشاشة دي مبكسلة الى حد ما، خصوصا مع الحجم الكبير بتاعها ده. ولكن الكلام والتفاصيل والايقونات اللي بيظهروا عليها بيكونوا واضحين ومتشافين بشكل كويس. ومن المميزات اللي موجودة برضو في الشاشة دي انها بتيجي بمعدل تحديث ريفرش ريت 90 هرتز. وبصراحة الميزة دي بقت برضو موجودة في كل تليفونات الفئة الاقتصادية دلوقتي. وده هيخلي اي حاجة تشتغل معاك على الشاشة بتاع الموبايل تشتغل بشكل سريع وسلس الى حد ما. ولكن للأمانة يعني من اكتر الحاجات اللي معجبتنيش في الشاشة دي هي درجة سطوعها. فانت هتعاني وانت بتستخدمها تحت اشعه الشمس المباشره، وده لانها بتيجي بدرجه سطوع ضعيفه 550 نتس بس. فبصفه عامه واجمالا الشاشه بتاع الريلمي سي 61 هي شاشه متواضعه، ولكنها هتقدم لك اداء كويس ومرضي في الفئه السعريه دي في مشاهده اي محتوى عليه. اما بقى بالنسبه للاداء فهو مش احسن حالا من الشاشه. فالاداء برضو ما اقدرش اعتبره ان هو من المميزات بتاعه الموبايل. فالتليفون بيجي بمعالج من انتاج شركة يوناسك الصينية، وهو التايجر تي 612. وهو بصراحة معالج متواضع بشكل كبير وموجود في تليفونات كتير جدا في الفئة الاقتصادية دي. فهو معالج اوكتا كور ثماني النواة، وبيجي بتردد لغاية 1.8 جيجا هرتز بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع معالج رسومي ضعيف وهو المالي جي 57. تليفون بيجي بثلاث نسخة بسعة تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام، والنسخة الثانية فبتيجي برضه بسعة تخزين 128 جيجا بايت ولكن مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام، والنسخة الثالثة فبتيجي بسعة تخزين 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام. ودي النسخة اللي انصحك انك تشتريها. ففي المهام والاستخدامات اليومية الموبايل ده هيقدم لك اداء مقبول. هتقدر انك تستخدم التطبيقات اليوميه المعتاده زي المكالمات والتصفح والاله الحاسبه وشويه تطبيقات كده سوشيال ميديا بشكل كويس وسلس وسريع الى حد ما. مش هيقابلك تهنيج او لك في التليفون يزهقك من الموبايل. كل الحاجات دي هتشتغل معاك بشكل كويس، مش هيقابلك اي مشكله خالص، مش هتحس يعني ان التليفون ناقصه حاجه. وكمان في المالتي تاسكينج او المهام المتعدده التليفون اداؤه يعني هيكون الى حد ما مقبول. هتقدر كده انك تفتح كام تطبيق في الخلفيه وتتنقل ما بينهم بشكل كويس. ولكن انصحك يعني انك ما تسيبش التطبيقات دي مفتوحه في الخلفيه لمده طويله. التطبيق اللي تخلصه اقفله على طول علشان ما يستهلكش كتير من موارد التليفون. وبرضه التليفون هيقدم لك اداء كويس في الجيمز الخفيفه والمتوسطه. هتقدر انك تلعب الجيمز دي بشكل كويس. التليفون مش هيقابلك فيه تهنيج او لك كتير مع الجيمز الخفيفه دي. ولكن بقى مع الجيمز التقيله اللي بجرافيك عالي فبصراحه اداء التليفون فيها هيكون ضعيف وسيء جدا.
فهي اي نعم هتشتغل معاك وتفتح وكل حاجه، ولكن ادائها هيكون بطيء وهتقطع معاك بشكل ملحوظ يزهقك من اللعبه اساسا. وعلشان كده لو انت هدفك الاساسي من الموبايل هو الجيمز وخصوصا الجيمز التقيله، فالتليفون ده مش هينفعك خالص. اما بقى بالنسبه للكاميرات فالوضع هنا بيختلف بنسبه كبيره. فالسي 61 من ريلمي بيجي بكاميرات خلفيه كويسه جدا بالنسبه للفئه الاقتصاديه دي. الموبايل بيجي بكاميرا خلفيه مزدوجه، الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 1.8، وهي كاميرا وايد وبتدعم خاصيه الاوتو فوكس. اما بقى الكاميرا الثانيه فهي كاميرا مساعده وبتيجي بدقه 0.08 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 3.0، والكاميرتين دول ملحقين بفلاش LED من قطعه واحده. يعني عمليا كده نقدر نعتبر الموبايل ده جاي بكاميرا خلفيه وحيده، واللي بصراحه هتقدم لك اداء جيد جدا في مختلف المناسبات وفي مختلف ظروف الاضاءه. فانت هتقدر باستخدام الكاميرا دي في الاضاءه القويه او في ضوء النهار انك تاخد بيها صور ممتازه، وده من حيث درجه الحده والتشبع والساتوريشن بتوع الالوان اللي بيظهروا في الصور. الصور بتكون الوانها حاده ومشبعه بشكل كبير، هتحس انها صور تليفون في الفئه المتوسطه مش الفئه الاقتصاديه قوي كده. التفاصيل بتاع الصور كتير وواضحه ودقيقه، الوانها مظبوطه، وبرده بالليل او في الاضاءه الضعيفه الجوده بتاع الصور ما بتقلش كتير، وكميه النويز والتشويش اللي بيظهروا فيها ما بيكونوش كتير، ما بيشوشوا الصور بتاعتك. بتفضل الصور برده محافظه على جودتها بنسبه كبيره. اي نعم ممكن الشاشه بتاع الموبايل اللي بجوده منخفضه دي ما تبينلكش الصور دي باحسن جوده او باحسن صوره ممكنه، ولكن بقى لو استعرضت نفس الصور دي على شاشه تانية بجوده اعلى هتشوف جمالها الحقيقي. بالنسبه بقى لتصوير الفيديو فانت هتقدر تصور فيديوهات بجوده فول اتش دي بلس بدقه 1080 بكسل ب 30 فريم في الثانيه. ولكن بالنسبه للكاميرا الاماميه بتاع الموبايل فبصراحه الوضع بيختلف تماما. فالتليفون بيجي بكاميرا اماميه متواضعه لاقصى درجه بدقه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.2، واللي يا دوب هتقدر تستخدمها في انك تعمل بيها مكالمات فيديو، تاخد بيها صور توثيقيه بس مش اكتر من كده. ولكن علشان تاخد بيها صور سيلفي في المناسبات يعني تحتفظ بيها وتعجب بيها مش هتنفع معاك خالص. السي 61 من ريلمي بيجي ببطاريه بسعه 5000 ملي امبير، واللي هي هتكمل معاك اليوم وكل حاجه، وده في حاله لو انت بتستخدم التليفون بشكل متوسط. ولكن بقى لو انت بتستخدم الموبايل بشكل شاق وتقيل فانت هتضطر تشحنها خلال اليوم، لان المعالج بتاع الموبايل بيستهلك كتير من طاقه البطاريه. وقدره الشحن برضو بتاعه الموبايل ده قدره شحن ضعيفه 15 واط، ففي تليفونات في نفس الفئه السعريه دي بتيجي بقدره شحن اسرع من كده. فالموبايل هيتشحن معاك من 0 ل 100% في حوالي ساعتين تقريبا، وده هيكون من خلال منفذ USB Type-C 2.0. الموبايل بيجي باحدث نظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهه تشغيل ريلمي اليو اي، اللي هي واجهه بسيطه وخفيفه ما فيش فيها اي باجز او مشاكل، تحسها كده اقرب للاندرويد الخام علشان ما فيش فيها اضافات كتير. وبرضه فيها شويه مميزات تانية هتعجبك، زي انها تدعم وضع الدارك مود بالكامل، وهتقدر من خلالها انك تعمل نسختين من تطبيقات السوشيال ميديا وتقسم الشاشه لجزئين علشان تستخدم تطبيقين في نفس الوقت. التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سيم، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الرابع ال 4G. وبرضه هتقدر انك تركب كارت ذاكره خارجي مايكرو اس دي كارد، وده حتى 1 تيرا في منفذ خاص بيه. التليفون بيجي بمستشعر بصمه في المكان العملي جدا في زر الباور، والمستشعر ده كويس من حيث الدقه والسرعه بتاعته. وكمان التليفون بيدعم خاصيه الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمه علاج الفيس ID، واللي بتشتغل بشكل كويس من حيث دقتها او سرعتها. الموبايل للاسف ما بيجيش بسماعات ستيريو، فهو بيجي بسماعه وحيده مونو واللي صوتها متوسط من حيث العلو او النقاء بتاعها. الموبايل بيجي بمستشعرات التقارب والتسارع والضوء المحيط والبوصله، والجي بي اس اللي في الجهاز ده كويس من حيث الدقه والسرعه بتاعته. وكمان التليفون بيدعم تركيب وصلات الاوتو جي، ولكن ما فيهوش مستشعر اتصال قريب المدى ال NFC ولا مستشعر IR. والتليفون طارد الغبار وقطرات الميه الخفيفه بشهاده IP54. وكمان التليفون للاسف بيجي باصدار بلوتوث قديم شويه 5.0. التليفون بيجي بلونين، ذهبي واخضر غامق، وعلبه التليفون بيجي فيها شاحن وسلك توصيل USB Type-C وجراب للموبايل ودبوس درج الشريحه والضمان وكتاب التعليمات. وسعر بيع الموبايل بيبتدي من اول $120، وسعر التليفون هنا في مصر هيكون في حدود 5200 جنيه. اول ما التليفون يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. السي 61 من ريلمي هو تليفون اقتصادي عادي جدا، شبه عشرات التليفونات الاقتصاديه اللي موجوده في السوق دلوقتي. ما فيهوش اي حاجه قويه او مميزه تخليك تجري انك تشتريه، ولكنه برضه في نفس الوقت تليفون كويس. تصميمه جميل جدا، شاشته كويسه من حيث نوعيتها وحجمها، اداؤه مقبول في المهام اليوميه، الكاميرا الخلفيه بتاعته جيده جدا، والاهم من ده ان سعره مناسب بالنسبه للاسعار المجنونه اللي احنا بنسمعها دلوقتي.
وفي النهايه برضو انت صاحب القرار، انت تقدر تحدد اذا كان التليفون مناسب ليك ولا لا. وطبعا احب اشوف ارائكم وانطباعكم عن التليفون ده في التعليقات اسفل الفيديو. وفي نهايه الحلقه بشكر كل واحد شايف الفيديو للنهايه، وطبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو ده اول مره تشوفني فيا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تكون اول واحد يشوف الحلقات الجديده. واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.